السلام عليكم، مرحبا بكم معنا. اليوم جيتكم بوصفة تقليدية اللي كامل نديروها وكامل لازم تكون حاضرة في الميدة تاعنا، اللي هي كسرة خميرة. راح تجي ناجحة، وراح نديرها لكم بطريقة سهلة، طريقة مبسطة وناجحة، خاصة للمبتدئات. ننصحهم انهم يشوفوا هذا الفيديو. هنا نروحوا للمقادير وطريقة التحضير. هنا نجيبوا القصعة تاعنا نحطوا فيها دقيق. هنا بالنسبة لي أنا كنت استعملت 4 كيسان تاع دقيق. هذا 4 كيسان تاع دقيق راح يديروا لي 3 قرصات يكونوا ملاح، ما يكونوش صغار وما يكونوش كبار. نزيد معاهم قيس 2 مغارف تاع السكر وزوج مغارف تاع قهوة تاع الخميرة، شوية سانوج والملح. هنا ثاني الملح مغرف تاع قهوة بالنسبة للقرصة الأولى، ومغرف تاع قهوة ثاني بالنسبة للكمية الثانية. هنا كل كمية تاع دقيق نديرو لها المقادير تاعها قدامها. وهنايا الزيت كنت استعملت تقريبا 5 ملاعق تاع الزيت. هنا نقول لكم برك على الخميرة، كي يكون الفصل بارد راح تزيدوا شويه الكميه، كي يكون سخون بطبيعه الحال راح تنقصوا. هنا نبدا نبسس الدقيق تاعي مليح ونخلط المكونات الجافه كامل مع بعضها. كي ينسجموا لي مليح نجي نضيف الماء. هنا بالنسبه للماء ما يكون دافي وما يكونش سخون، لانه كي يكون سخون راح يحرق لكم الخميره تاعكم وما راحش تتفاعل وما راحش تطلع ومن بعد الكسره تاعكم. هنا نضيف غير بشويه حتى نتحصل على عجينه تكون طريه، ما تكونش طالقه روحها بزاف، وتكون جاريه وما تكونش حاكمه روحها وتكون يابسه، لانه الكسره خميره كي تكون يابسه ما راح تجيكم بعدا خفيفه وما راح تساعدكم في العجين تاعها. هنا نلمو مليح بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها حتى نتحصل على عجينه. هنا كي نتلمها ونتحصل على عجينه مانيش حنكمل نعجنها كيما مالفين نديرو. هنا معلمها كيما هكا، نخليها تروبوزي حوالي ربع ساعه حتى ل20 دقيقه. نغطيها بساشي ونزيد عليها صرفيطه ولا المهم طرشونه نغطيو بها ونخليها حوالي 20 دقيقه كيما قلت لكم، ومن بعد نعاود نولي لها. هنا كيما راكم تشوفوا مانيش نعجن فيها، راني لميتها برك وشكلتها في الوسط كيما راكم تشوفوا، ومن بعد نخليها ترتاح. هنا ها هي كي العجينه تاعي بعد ما ارتاحت لي بطبيعه الحال راح تكون خمرت شويه. هنا بعد ما ارتاحت لي هذيك المده نعاود نجي نعجنها. هنايا في المرحله هذه باه نعجن العجينه تاعي. هنا كي نعجنها في المرحله هذه هي ما راحش تتعبكم وما راحش تدي معاكم بزاف الجهد ولا الوقت. هنا نولي العجين كيما راكم تشوفوا راني نعجن فيها، راني ندلك فيها بهذه الطريقه. هنا نستعمل يدي في زوج. هنا نعجنها حتى يرطب الوجه تاعها ولا السطح تاعها يرطب وتولي ما تلصقليش في القاع تاع القصعه تاعي، ومن بعد نحبس العجين. هنا كل ما عجناها بزاف كل ما جاتنا خفيفه بزاف، هذا هو السر تاعها. لكن في العموم تعجنوها من حوالي 5 حتى 10 دقائق تكون كافيه. وهنا شوفوا لي القوام تاعها راهي كي طريه، ما راهيش يابسه، وفي نفس الوقت حاكمه روحها، طريه وحاكمه روحها، نقدر نتحكم فيها في العجين. هنا في هذه المرحله راح نجي نقسم عدد الخبزات اللي رايحين نديرهم. انا هنا خرجوا لي 3 يكونوا متوسطين. نلوزهم بهذه الطريقه ومن بعد كي نخليهم يخمروا لي للمره الثانيه.
بهذه الطريقه. هنا ندلها السطح تاعها من فوق ومن تحت، ومن بعد نحطهم في الكتات نتاعهم ونخليهم يروبوزيو لي يعاودوا يخمروا معايا. هنا نحاول ندير الكره تاعي متساويين باه من بعد يجيو الخبزه تاعي قد بعضاهم. كما راكم تشوفوا هي طريقه سهله ومبسطه. هنا بعد ما شكلتهم نجي نحطهم في الطراش نتاعهم كما راكم تشوفوا، نغطيهم ونخليهم يخمروا لي حوالي من 5 حتى ل7 دقائق على حسب الفصل اللي راكم فيه. بعد ما يخمروا لي شويه نجي نحلهم على شكل دائري كما راكم تشوفوا، تحلوهم بيدكم ولا بالخنوط كما الطريقه اللي تساعدكم استعملوها. ومن بعد نعاود نغطيهم نزيد نخليهم يخمروا. هنا في هذه المرحله كي نكمل الحله نتاعهم نحط الطاجين تاعي يسخن. لازم يسخن مليح الطاجين وهما في نفس الوقت راهم ماكين يخمروا لي. كي يسخن الطاجين تاعي وتكون الكسره تاعي خمرت نجي نحطها ونطيبها في الطاجين بطبيعه الحال. هنا الطاجين تاع الطين، هنا ما نقلبهاش حتى كي تشكلوا هذوك الفقاعات كما راكم تشوفوا كي تطلع معايا. هنا نعرف بلي الكسره تاعي راهي كي ناجحه، نهبط هذوك الفقاعات غير بيدي غير بالشويه باه ما تتحلش معايا، ونقلبها بهذه الطريقه ونجي نهبط الحواف كما راكم تشوفوا باه طيب لي من جميع الجهات بشكل متساوي. هنا بعد ما تحكم روحها غير شويه نجي نبدا ننقبها ولا نثقبها بهذا العود تاع الشواء، ومن بعد نبدا نحرك فيها على الطاجين. هنا السر تاع الكسره خميره هو التحراك تاعها في الطاجين. نبقاو غير نحركو ما نقلبوهاش بزاف، نحركوها بهذه الطريقه حتى تتحمر معانا مليح وراح تجي حمراء بشكل متساوي. ومن بعد نقلبها. هنا شوفوا كيفاش جات. هنا الفيديو راهو كيشرح لكم الطريقه افضل. نكمل نحركها مليح ونطيبها من جميع الجهات. هنا كل واحد كيفاه يشتيها، احنا نشتيوها طيبه وحمراء. هنا كي طيب معايا الكسره نبدا نحوشيها على الحواف تاعها وتكون الكسره تاعنا واجده. نخليوها تبرد ومن بعد نقصوها على 4 ولا على 8 كل واحد كيفاه يقص. وشوفوا معايا كيفاه راح تجي طريه وراح تجي خفيفه وبنينه، واهم حاجه بطريقه سهله وطريقه ناجحه. شوفوا معايا النتيجه راهي كي قدامكم، ودرت لكم الطريقه بالتفصيل الممل. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وان شاء الله تجربوا هذه الوصفه وتولي هي المعتمده عندكم. هنا بقى لي غير نقول لكم سلام والى اللقاء.